السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، استعرضنا في الدرس السابق بعض التمارين على تطبيقات ضعف ومضاعفات الزوايا بدلالة الزوايا ذاتها، وكذلك تطبيقات نصف الزاوية بدلالة الزاوية. وسنكمل في هذا الدرس إن شاء الله بعض التمارين المختلفة حول هذه الفقرة. التمرين الأول في هذا الدرس: إذا كانت تتا زاوية في الربع الثاني وجا تتا يساوي 1 على الجذر الخمسي، فأوجد ألف جا 2 تتا، ب جتا 2 تتا، ج جا 4 تتا، د ظا 2 تتا. قبل أن نوجد جدا ضعفي الزاوية أو 4 أضعاف الزاوية، نوجد جتا تتا وجا وظا تتا بدلالة المثلث القائم، أي أن إذا كان لدينا جا تتا يساوي 1 على جذر الخمسة، وبالتالي في المثلث القائم بحيث تكون تتا زاوية حادة، والمقابل هو الواحد، والوتر اللي هو 5 جذر الخمسة، وبالتالي المجاور هو 5 ناقص 1 على تحت الجذر أي يساوي جذر الأربعة أي 2، وبالتالي المجاور يساوي 2. من المثلث القائم نوجد جتا تتا وظا تتا، ولكن قبل أن نوجد جتا تتا وظا تتا نجد أن الزاوية تتا في الربع الثاني، وبالتالي إشارة النسب المثلثية لا جتا ولا ظا هي سالبة، أي أن تتا في الربع الثاني، وبالتالي جتا تتا سالبة وظا تتا سالبة. وبالتالي جتا تتا اللي هي المجاور على الوتر تساوي 2 على جذر الخمسة، وبالتالي سالب 2 على جذر الخمسة، أي أن جتا تتا تساوي سالب 2 على جذر الخمسة أو ناقص 2 على جذر الخمسة. بينما ظا تتا اللي هي المقابل على المجاور 1 على 2، وبالتالي بما أنها هي ظا سالبة وبالتالي تساوي ناقص 1 على 2 أو سالب 1 على 2. أصبح لدينا إذا كانت الزاوية تتا زاوية في الربع الثاني وكان جا تتا يساوي 1 على جذر الخمسة، فإن جتا تتا تساوي ناقص 2 على جذر الخمسة وظا تتا تساوي ناقص 1 على 2. الآن سوف نقوم بحساب جتا 2 تتا وجا 2 تتا وجتا 2 تتا وجا 4 تتا وظا 2 تتا. أولا جا 2 تتا اللي هي 2 بجا تتا جتا تتا، بالتعويض بدل من جا تتا ب1 جذر الخمسة وجتا تتا ناقص 2 على جذر الخمسة، وبالتالي تصبح 2 مضروبة في 1 على جذر الخمسة ضرب سالب 2 على جذر الخمسة. 2 بواحد 2 ب2 اللي هي 4 ناقص 4 على جذر الخمسة بجذر الخمسة اللي تساوي 5، وبالتالي جا 2 تتا تساوي سالب 4 على 5. بينما لحساب جتا 2 تتا اللي هي حسب الدستور الأول لضعفي الزاوية جتا مربع تتا ناقص جا مربع تتا. جتا تتا اللي هي ناقص 2 على جذر الخمسة وجا تتا اللي هي 1 على جذر الخمسة، بالتعويض تساوي ناقص 2 على جذر الخمسة والكل التربيع ناقص 1 على جذر الخمسة للتربيع. نلاحظ أن السالب في السالب موجب، وبالتالي 2 في 2 اللي هي 4 على 5 ناقص 1 للتربيع اللي هي 1 على جذر الخمسة للتربيع 5، وبالتالي 1 على 5. 4 على 5 ناقص 1 على 5 تساوي 3 على 5، يعني أن جتا 2 تتا تساوي 3 على 5. الآن سوف نقوم بحساب جتا 4 تتا. جتا 4 تتا تساوي 2 ب جتا نصفة في جا نصفة، ونصف الأربعة تتا اللي هي 2 تتا، وبالتالي جا 4 تتا تساوي 2 في جا 2 تتا جتا 2 تتا. جتا 2 تتا هي سالب 4 على 5، وجتا 2 تتا اللي هي 3 على 5 كما مر معنا في الطلب الألف وب، وبالتالي بالتعويض جا 4 تتا تساوي 2 ضرب سالب 4 على 5 ضرب 3 على 5. 2 ب 4 8 ب
3 اللي هي 24 بسالب 24 على 5 في 5 25، أي أن جاء 4 تتا تساوي سالب 24 على 25. بينما الطلب الأخير في هذه المسألة اللي هي ظا 2 تتا. ظا 2 تتا اللي هي 2 بظا تتا على 1 ناقص ظا مربع تتا، وظا تتا اللي هي ناقص 1 على 2، وبالتالي 2 بضرب تساوي 2 ضرب ناقص 1 على 2 على 1 ناقص 1 على 2 والكل التربيع. في البسط 2 على 2 1، وبالتالي تساوي ناقص 1 في البسط على ناقص 1 للتربيع اللي هي 1 على 4، وبالتالي 1 ناقص 1 على 4، أي 4 على 4 راح 1 على 4 اللي هي 3 على 4. 4 على 4 ناقص 1 على 4 اللي يساوي 3 على 4 في المقام، وبالتالي ناقص 1 على 3 على 4 تساوي ناقص 4 على 3، وبالتالي ظا 2 تتا تساوي سالب 4 على 3، وهو المطلوب في هذا التمرين. تمرين آخر في هذا الدرس: إذا كان ظا ألف يساوي س وألف زاوية حادة فأوجد جا ألف جتا ألف وظا 2 ألف. نلاحظ أن ظا ألف يساوي س، وبالتالي حسب المثلث القائم الزاوية ألف حادة في المثلث القائم المقابل اللي هو س المجاور 1، ظا ألف المقابل على المجاور، وبالتالي س على 1، أي أن المقابل س والمجاور 1 للزاوية ألف، وبالتالي الوتر هو جذر 1 زائد س مربع. حسب فيثاغورس مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمتين، وبالتالي بما أن زاوية ألف حادة أي أن جميع النسب هي موجبة، أي أن الجاء والجتا والظا للألف جميعها موجبة. لدينا المطلوب هو جاء ألف. الجاء هو المقابل على الوتر، وبالتالي جاء ألف يساوي المقابل على الوتر أي س على الوتر اللي هو جذر التربيع لواحد ناقص س مربع، أي أن جاء ألف يساوي س على تحت الجذر 1 زائد س مربع. بينما جتا ألف اللي هي المجاور على الوتر، المجاور 1 والوتر جذر التربيع لواحد زائد س مربع، وبالتالي جتا ألف تساوي 1 على تحت الجذر 1 زائد س مربع. المطلوب ج اللي هو ظا 2 ألف. ظا 2 ألف اللي هي 2 ظا ألف على 1 ناقص ظا مربع ألف، وظا ألف اللي هي س، وبالتالي تساوي 2 س على 1 ناقص س مربع. ظا 2 ألف تساوي 2 س على 1 ناقص س مربع، وهو المطلوب في هذا التمرين. تمرين آخر: أثبت صحة المتطابقات الآتية: جتا 90 درجة زائد ألف يساوي ناقص جا الألف، والمتطابقة الثانية اللي هي جا 90 درجة زائد ألف يساوي جتا الألف. المتطابقة الأولى اللي هي جتا 90 زائد ألف، ننطلق من الطرف الأول اللي هو جتا 90 زائد ألف. جتا 90 زائد ألف اللي هي عبارة عن مركبة جتا المجموع، أي أنها تساوي جتا ناقص جا، وبالتالي تساوي جتا 90 بجتا الألف ناقص جا 90 بجا الألف، ولكن جتا 90 تساوي 0 وجا 90 يساوي 1. بالتعويض جتا 90 0 بجتا الألف ناقص جا 90 اللي هي 1 بجا الألف. 0 في جتا الألف اللي هي 0 ناقص 1 بجا الألف اللي هي ناقص جا الألف، أي أن جتا 90 زائد ألف يساوي سالب جا الألف، وهو الطرف الثاني، أي أن الطرف الأول يساوي الطرف الثاني والمتطابقة صحيحة. المتطابقة الثانية اللي هي جا 90 زائد ألف تساوي جتا الألف. لإثبات صحتها ننطلق من الطرف الأول اللي هو جا 90 زائد ألف، وجا 90 زائد ألف هي مركبة جا المجموع اللي هي جتا زائد جا، أي أن تساوي جا 90 بجتا الألف زائد جتا 90 بجا الألف. جا 90 اللي هي 1 وجتا 90 اللي هي 0، وبالتالي بالتعويض 1 بجتا الألف زائد 0 بجا الألف. 0 في جا الألف اللي هي 0، وبالتالي 1 بجا الألف اللي هي 1 بجتا الألف اللي هي جتا الألف، أي أن تساوي
جتا الألف، وهو الطرف الثاني، أي أن الطرف الأول يساوي الطرف الثاني، وبالتالي جات 90 زائد ألف تساوي جتا الألف، وهو المطلوب في المتطابقة الثانية، أي أن المتطابقتين صحيحتين، أي استطعنا أن نبرهن صحة هاتين المتطابقتين. تمرين آخر في هذا الدرس: أثبت المتطابقات د اللي هي جا تتا على 1 زائد جتا تتا يساوي ظا تتا على 2. المتطابقة الثانية: جتا ألف ناقص ب على جا ألف ناقص ب يساوي 1 زائد ظا ألف في ظا ب على ظا ألف ناقص ظا ب. المتطابقة الأولى اللي هي جا تتا على 1 زائد جتا تتا تساوي ظا تتا على 2. ننطلق من الطرف الأول ونثبت أنه يساوي الطرف الثاني. نلاحظ أن في الطرف الأول زاوية تتا، بينما في الطرف الثاني هي تتا على 2، وبالتالي جا تتا بدلالة مصفى تساوي 2 جا تتا على 2 جتا تتا على 2. جا تتا تساوي 2 جا تتا على 2 جتا تتا على 2. بينما في المقام 1 زائد جتا تتا بدلالة مصفى تساوي 2 جتا مربع تتا على 2 ناقص 1. جتا تتا تساوي 2 جتا مربع تتا على 2 ناقص 1. نلاحظ أن في المقام زائد 1 ناقص 1 يساوي 0، بالتالي تصبح 2 جا تتا على 2 جتا تتا على 2 على 2 جتا مربع تتا على 2. 2 جتا مربع تتا على 2. نلاحظ بالاختصار 2 مع 2 اللي هي 1، وجتا تتا على 2 مع جتا تتا على 2 من المقام تصبح جا تتا على 2 على جتا تتا على 2، وجا على جتا يساوي ظا، وبالتالي تساوي ظا تتا على 2، وهو الطرف الثاني، أي أن الطرف الأول يساوي الطرف الثاني، والمتطابقة الأولى صحيحة. بينما المتطابقة الثانية ننطلق من الطرف الأول أيضا. جتا ألف ناقص ب على جا ألف ناقص ب هي عبارة عن زتا ألف ناقص ب. زتا ألف ناقص ب اللي هي مقلوب الظا، وهي تساوي 1 زائد ظا ألف في ظا ب على ظا ألف ناقص ظا ب مقلوب الظا ألف ناقص ب، وهذا هو نفس الطرف أو ذات الطرف الثاني، أي أن المتطابقة الثانية أيضا صحيحة، أي أن جتا ألف ناقص ب على جا ألف ناقص ب تساوي 1 زائد ظا ألف في ظا ب على ظا ألف ناقص ظا ب، وهو المطلوب أيضا في هذا التمرين. أيضا أثبت صحة المتطابقات الآتية: جتا ألف زائد جا ألف للتربيع ناقص جا 2 ألف يساوي 1. والمتطابقة الثانية ظا ألف ناقص ظا ب يساوي جا ألف ناقص ب على جتا ألف جتا ب. أولا المتطابقة الأولى اللي هي جتا ألف زائد جا ألف للتربيع ناقص جا 2 ألف. لإثبات أنه تساوي 1 ننطلق من الطرف الأول. نلاحظ أن جتا ألف زائد جا ألف للتربيع هي عبارة عن مربع مجموع مقدارين، اللي هو المربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعفي الأول في الثاني، بينما جا ضعفي الزاوية اللي هي تساوي 2 جا الزاوية في جتا الزاوية، وبالتالي تصبح جتا مربع ألف زائد جا مربع ألف زائد ضعفي جا ألف بجتا ألف ناقص جا 2 ألف اللي هي 2 جا ألف جتا ألف. نلاحظ أن 2 جا ألف جتا ألف ناقص 2 جا ألف جتا ألف تساوي 0، وجتا مربع ألف زائد جا مربع ألف يساوي 1، أي أن يساوي الطرف الثاني، أي أن الطرف الأول يساوي الطرف الثاني، والمتطابقة الأولى صحيحة. بينما المتطابقة الثانية اللي هي ظا ألف ناقص ظا ب تساوي جا ألف ناقص ب على جتا ألف في جتا ب. نلاحظ أن الطرف الثاني هو عبارة عن جا ألف ناقص ب على جتا ألف في جتا ب. في البسط هي عبارة عن مركبة جا الفرق اللي هي جا جتا ناقص جتا جا، أي أن جا ألف في جتا ب ناقص جتا ألف في جا ب. بتوزيع البسط على المقام تصبح
جا ألف جتا ب على جتا ألف جتا ب ناقص جتا ألف جا ب على جتا ألف جتا ب. وبالتالي نلاحظ أن في المقدار الأول البسط جتا ب على جتا ب واحد، وبالتالي تصبح جا ألف على جتا ألف ناقص جتا ألف على جتا ألف كمان بالاختصار تصبح جا ب على جتا ب، أي أن هذين المقدارين يصبحان من الشكل جا ألف على جتا ألف ناقص جا ب على جتا ب. وجا ألف على جتا تساوي الظا، وجا ب على جتا ب تساوي ظا ب أيضا. جا ألف على جتا ألف تساوي ظا ألف، وجا ب على جتا ب تساوي ظا ب، أي أن تساوي ظا ألف ناقص ظا ب، وهو الطرف الأول، أي أن الطرف الثاني يساوي الطرف الأول، والمتطابقة أيضا صحيحة. أعزائي الطلاب، بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.